السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا وأصدقائنا، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. إذا كنتوا جداد ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإذا كنتوا من أهل الدار فراه الدار داركم. جيناكم اليوم بالحلقة الرابعة من مسلسلنا الشيق إلى ذاق الحال. أحبابنا، جيتكم اليوم بالحلقة الرابعة من مسلسلنا الشيق إلى ذاق الحال. كيف شفنا في الحلقة السابقة أي الحلقة 3، أن نعمة اكتشفت الحقيقة ديال عفاف، أنها ما حاملاش، وأنها سدا على السيدة اللي حاملة بالولد ديال راجلها في لاكاف، واللي غادي تعتق السيدة كيف سبق لي قلت لكم هي نعمة. هي اللي حلات الباب وخرجتها، وهي اللي غادي تديها لعندها للدار، وغادي تبقى مع البنات حتى تولد. وعفاف غتبقى تقلب، وملي غادي تسيق الخبر غادي يجيها واحد الانهيار عصبي، غياخدها الزوج ديالها للمستشفى، وغادي يوعدها بانه غادي يقلب ليها عليها وغادي يجيب ليها الولد ديالها. وكيف شفنا ايضا ان زينب اتصل بها الاب ديالها ووعدها انه ما بقيش غادي يزوجها، وغيدير لها بخاطرها غير ترجع للدار. وفعلا قالت ليه واخا غادي ترجع. وفي الوقت اللي كانت ترجع فيه حسنية جاها واحد الوجع اللي خصها تمشي للسبيطار لانها غتولد. شفناها ايضا مني خرجت من السبيطار، دارت السبه وخلت الولد لزينب، وقالت لها مشات للفرماسيان، في حين هي ما مشات للفرماسيان لا والو، غير اتصلت باب الولد وقال لها بلي هو ماشي ولده، تما غادي تخليه لزينب وغادي تمشي. غنشوفوا ايضا ان زينب ما غاديش تقدر مازال تمشي عند الاب ديالها، لانها عندها ولد وغادي تخاف من الاب ديالها. نشوفوا انها غادي تعذب مع داك الولد، وغادي تحاول انها تكفل به على ما تبان الام ديالو، لانها غتبقى مازال كتسناها ترجع. غنشوفوا ايضا ان حسنيه كانت في الدار ديال نعمه مع البنات، والبنات عارفينها انها كانت حامله. من بعد غنكتشفوا ان زينب غتمشي للدار ديال نعمه، وملي غادي يعرفوا ان الولد ولد حسنيه غادي يخليوها معاهم في الدار وغادي يعاونوها وغيفرحوا بهذاك الوليد. نمشي معكم دابا لخديجة، اللي كيف شفنا ان نعمة رجعت خدمتها معها في الدار، واخا غلطات، مشات هضرات مع عفاف باش انها تخدمها ديريكت معاها في الدار. سمحت لها نعمة. غنشوفوا وكيف شفناها انها مشات معاها للدار وبحرية ما عجبهاش الحال وبغات تبدا تتحكم فيها. شفنا ان خديجه خبات لاكارت ديالها في السطح، وحصلتها بحريه شافتها ولكن درت راسها ما شافتهاش. غنشوفوها في الحلقات الماجيين انها غادي تكتشف فين مخبيه لاكارت، وغادي تمشي تقول لنعمه بلي انها راه مبدله سميتها. نمشي معكم دابا لنعمة. نعمة اللي كيف سبق لي وقلت لكم انها عندها عاشت ظروف اللي خايب صعاب بزاف، ومن بين هذوك الظروف اكتشفنا ان الام ديالها مازال حيه. عكس ان ما كانت كتقول لصحاباتها انها الام ديالها متوفيه، ولكن ما غاديش ترضى انها تقول لهم بلي هي ديك الام ديالها، وغتجيبها على اساس بحالها بحال البنات، وحده بغات تخدم وبغات تعاونها نعمة. غنشوفوا ايضا الزوج ديالها اللي غادي يخونها مع المديره ديالو، اللي كيف سبق لينا وشفنا في الحلقه السابقه انه زاد رقاتو في الخدمه، ولا عنده منصب اكبر من المنصب اللي كان فيه. وداكشي ما كانش غير هكاك، غنشوفوها انها غادي من بعد تولي عندها علاقه معاه، ونعمه غتكتشف هذاكشي وغادي تصدم. اصدقائنا، الفيديو ديالنا كيوصل للنهايه ديالو، ما تنساوش ما تبخلوش علينا بلي لايك ولي كومونتير زوينين ديالكم. شكرا لكم بزاف على المسانده، وكنصحكم انكم تتبعوا مسلسل الشيق الى ذاق الحال. مسلسل اللي كيبدا كل اثنين واربعاء، مسلسل اللي كيعالج قصص واقعيه. بسلام عليكم حبابنا، وشكرا بزاف على تفاعلكم معنا. شكرا لكم وبسلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.